أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 18، اثبت وثبت اللي جنبك. طبعا احنا لو كملنا بقى 24 ساعة مؤمن كل دقيقة هنمشي لغاية نهاية اليوم، محتاجين حلقات كتير، وده ان شاء الله يكون في برنامج تاني بعنوان 24 ساعة مؤمن. بس حبينا في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا نعمل زي لمحة سريعة كده. حلقة 18 عنوانها اثبت وثبت اللي جنبك. خد بالك ان الإيمان مش هيفضل على نفس المستوى ومش هيكون بسهولة. ويقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يمتحنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني ولقد امتحنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فمستحيل يبقى إيمان بدون امتحان، ومستحيل إيمان ومستحيل امتحان لمجرد الامتحان، ده لازم في النهاية نتيجة، ونتيجة صعبة قوي. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مش بس كده، ده حتى اللي صدقوا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: يوم نسأل الصادقين عن صدقهم. تخيل، حتى الصادق، طبعا كده ده خلاص مع السلامة، لكن حتى الصادق، صدقك ده والصدق اللي انت فيها تسأل عنه يوم القيامة. فاثبت وثبت اللي جنبك. اثبت انك بالله عليك لا تموت إلا وأنت مسلم. يوسف عليه السلام يقول: يعني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ها يا يوسف، عايز تدعي دعوة قول، ادعي. انت طول السورة ما دعتش، طول سورتك ما دعتش، ادعي يلا. ها: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اثبت وثبت اللي جنبك. طب ازاي اثبت؟ واحد، تستعين بالله سبحانه وتعالى. ازاي استعين؟ تضرع وادعي كتير: يا رب ثبتني، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت اللي جنبك. انت مش هتثبت إلا لما تاخد بيد واحد في الخير. عايز تثبت انك تصلي الفجر، رتب انك تاخد واحد معك. عايز تثبت انك تبر ابوك وامك، وصي حد يبر ابوه وامه، هيبقى صوتك انت في ودانك انك وصيت حد، فهتتكسف انك ما تبرهمش. عايز تداوم على حفظ القرآن، سمع لحد وحد يسمع لك. ألف به انك تثبت نفسك، انك تختار واحد انت تثبته. فلما تاخد بإيديك كأنك بتاخد بإيد نفسك، فانتم الاثنين إلى الله زمرا.